بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم ولقاء جديد آخر مهم في برنامج مع الخيل من سلسلة اللقاءات المهمة اللي أشرنا ليها مع حضراتكم اللقاء اللي فات. معذرة هنأجل أخبار الرايدرز للقاءات اللي جاية. بالنسبة لللايف اللي كان المفروض نستكمل بيه الفيديو اللي فات، الحقيقة احنا طلبنا في التعليقات من دي في اللقاء انه يحدد موعد اللايف، لكن ما تمش الرد في التعليقات بموعد لحد دلوقتي، ومن هنا الموعد اللقاء اللي جاي يكون بإذن الله. هنشوف لو تم الرد فهنعمل اللايف هو لقائنا اللي جاي، ما كانش احنا هنستكمل تناولنا للموضوعات اللي عرضناها في الفيديو اللي فات من ضمن سلسلة اللقاءات الحالية يعني. اما لقائنا النهاردة فهو عن بغدودة، لاعب المصارع اللي هرب وأبعاد الموضوع ده وصلت لفيه. هنبدأ اللقاء بتوجيه الشكر للسيد الرئيس لاهتمامه شخصيا بالموضوع وتوجيه الدعوة لاحتضان ورعاية اللاعب من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب. رد فعل الرئيس الحقيقة قلب الموازين كلها ووضح حقائق كان بيحاول البعض تزييفها، وكان قول مصحوب بفعل رسم بيه نموذج لتصرف المسؤول على أرض الواقع، مش مجرد تصريح بياخد بيه لقطة أو يتعمل بيه شو خلاص، زي ما بنشوف طول الوقت تقريبا أسلوب الأشخاص الموجودين في المواقع المسؤولة على رأس الرياضة في مصر. ومش بس كده، الحقيقة الخطوات التنفيذية اللي حصلت بعد تصريح الرئيس تقول إن خريطة الرياضة في مصر هتتغير، وإن مش هيكون في وجود لأي مسؤول رياضي أو لهيئة رياضية مش شغالة صح، وإلا هتبقى خارج المنافسة وتقضي على وجودها. ببساطة شديدة قبل كده ما كانش عند الرياضي اللي ممكن يتعرض لضغوط أو ممارسات أي حل بديل لحماية موهبته إلا إنه يفكر في التجنيس أو الهروب زي ما حصل مع بغدودة. لكن النهاردة أصبح عند الرياضي اختيار تاني، وهو الالتحاق ببرنامج رعاية وحماية الأكاديمية الوطنية للتدريب. بالنسبة لمختلف الرياضيين وبالنسبة لنا في الفروسية، بدأ برنامج تدريبي من خلال الأكاديمية العسكرية، وحضر أول دوراته أحد المدربين المعروفين يعني في الفروسية، كابتن برعي، وبنوجه له التهنئة ومسؤولية مش هينة بنتمنى إنه يقدر من خلالها يقدم جديد للفروسية في مصر. بعد موضوع بغدودة ودعوة الرئيس لالتحاقه بالأكاديمية الوطنية ده، ما سمعناش الحقيقة بقى المرة دي رئيس الأولمبية بيستخدم فزاعة التدخل الحكومي ولا الميثاق الأولمبي زي كل مرة، لأنه واضح يعني إنه للأسف الشديد استخدامه ليهم كان استخدام غير صحيح، لأن التدخل الحكومي ليه توصيف في الميثاق الأولمبي، وهو إنه بيمنع التدخل الحكومي من توجيه الانتخابات في الهيئات الرياضية أو الضغط على الهيئات الرياضية بشكل فيه تسييس مثلا لأمور تضر بمصلحة الرياضيين والرياضة عموما. لكن الحكومة ليها كل الحق إنها تحاسب المسؤولين الرياضيين وتحمي الرياضيين من أي ظلم أو اعتداء على حقوقهم ومصالحهم بموجب الدستور قبل الميثاق الأولمبي، لأنهم مواطنين في الدولة في المقام الأول، وما بيتعارضش برضو الحقيقة مع الميثاق الأولمبي ولا أي حاجة. بالعكس، ده الميثاق الأولمبي بيضمن ده كمان، مش بس الدستور يعني. والأمور دي أصبحت معروفة يعني، فما كانش فيه أي مجال قدام رئيس الأولمبية إنه يستخدم نفس الفزاعة اللي كان بيستخدمها كل مرة أمام انفجار الرياضيين. الحقيقة موضوع بغدودة ده لمس جراح معظم الرياضيين اللي ظروفهم مشابهة ليه. شاب عنده موهبة رياضية من أسرة بسيطة، والده شاف فيه أمل وحلم، فبدأ يصرف سنين طويلة على موهبته لحد ما بدأ مجهود اللاعب يظهر ويبدأ يلفت النظر، فيجي رئيس الاتحاد يحط اسم اللاعب على ورقة ضمن برنامج رعاية الدولة للرياضيين اللي بتوفرها ليهم. ومن اللحظة دي رئيس الاتحاد، احنا بنتكلم على أي اتحاد مش اتحاد بعينه، بيعتبر نفسه الإله الأعظم للاعب، والمفروض إن اللاعب وأهله يقدموا بقى لرئيس الاتحاد والمسؤولين
فروض الولاء والطاعة، ويا يقبلوا بالمعاملة المهينة والفتات اللي الاتحاد يتفضل ويتكرم ويصرفها للاعب ده إن وجدت يعني، يا إما يتعرض اللاعب لممارسات وضغوط لحد ما يطفش زي ما حصل في موضوع بغدودة وغيره من كل اللي سبقوه. ومع إن موضوع رعاية الدولة للعيبة ده حقهم ومفيش حد ليه فضل عليهم فيه، لكن للأسف هو ده الوضع. والمرة دي الناس مسكتش، من جمهور رياضي للاعبين من نفس الرياضة أو رياضة تانية، لأهالي محروقين على أولادهم، لرجال أعمال، للي ملوش في الرياضة خالص بس شايف إن حال الرياضة وانحداره المرعب ده هو حال كل القطاعات التانية في البلد. وبدل ما كان الموضوع لبغدودة واحد، ظهر عندنا 100 بغدودة. أولهم محمود لاعب المصارعة الأولمبي المصري سابقا واللي متواجد دلوقتي في أمريكا، قال إنه كان بياخد 35 جنيه تقريبا وهو بطل أولمبي. وشريف مؤمن لاعب اليد المعروف قال فيما معناه يعني إنه خليني ساكت أحسن. وكلام اتردد إن في لعيبة يد تانيين عقودهم تقترب من 150 ألف في السنة، والعقود دي اتعملت لهم رغم ان منهم اللي مسافر بره يدرس واللي منهم مجند في الجيش وعقودهم ماشيه. وده في كرة اليد اللي بيتم دعمها دعم ضخم جدا يعني، واللي اتصرف على بطولة واحدة فيها بس يعني حوالي 3.5 مليار جنيه تقريبا. لاعبينها بيشتكوا. ده غير لاعب تراياتلون اللي نشر المعاملة البنكية اللي بيستلم بيها مرتبه او المعاملات اللي بتتحوله واللي كان فيها تقريبا 600 جنيه يعني. وبعدين اللاعب لغى البوست وطلع رئيس اتحاده اللي هو احمد ناصر يقول لا ده اللاعب كان بيهزر يعني. طيب لاعبة نفس الاتحاد اللي اعلنت اعتزالها عشان الاتحاد مش مقدرها، دي كمان كانت بتهزر. والتعليق الابرز من الرياضيين كان لسمر حمزة الحقيقة، بحكم انها المصنفة رقم 1 على العالم في رياضتها. لمحت ان مكافآت البطولات مش مناسبة، رد الوزير عليها قال لها ولا مليم زيادة. وسمر ليها صوالات وجولات معاهم الحقيقة من السنة اللي فاتت كانت متزامنة مع موضوع الشربجي، ورد الوزير ده كده وهو بيحاول يستوعب الموقف معاها يعني. وغير الرياضيين دول كتير جدا يعني، كانت انفجار. وكان في تعليق عن مكافآت اللاعبين لخص الوضع في الرياضة في مصر، كان بيسخر من الوضع وقال ان يمكن المكافآت الأولمبية توصل ل3 مليون، لكن المحصلة ان نصيب اللاعب هيكون 3000 زي بغدودة كده، وال2 مليون و977 ألف دول هيكونوا من نصيب المسؤولين عنه. المسؤولين اللي كانت تصريحاتهم وردودهم متأخرة جدا الحقيقة وغريبة ومتناقضة، واللي ظهر في تعليقات الجمهور الرياضي عليها انه اعتبر ردود افعالهم وتصريحاتهم استخفاف شوية بعقول الرياضيين وبعقول الجمهور الرياضي يعني. سواء من تصريحات لرئيس اتحاد اللاعب او رئيس الأولمبية او الوزير لرئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، يعني معظم التصريحات كانت في الاتجاه ده. رئيس اتحاد اللاعب واللي هو يعني بدل ما يبين ان اللاعب غلطان وفعلته دي فعلا اقراء وما يصحش والكلام الطبيعي في المواقف دي، لانه الطبيعي ان مفيش حد طبعا هيتفق مع لاعب انه يهرب بره بلده. انما تصريحات رئيس اتحاد اللاعب اكدت قد ايه كان من الظلم والقهر والطغيان اللي بيتعرض له الرياضيين في مصر واهاليهم تحت مرأى ومسمع ورعاية عدد مش هين من الاشخاص اللي المفترض بيطلق عليهم مسؤولين وموجودين على رأس الرياضة المصرية. وتصريحات رئيس الأولمبية اللي اخفق الحقيقة في كل المواقع اللي بيشغلها، كان رده على موضوع بغدودة انه عنده خطط وهيفتح ملف التجنيس مع المؤسسات الدولية، وفي النص كده استخدم ورقة الدعم. ممكن حضرتك يا فندم توضح لنا ايه هي الخطط دي، لاننا مش شايفين غير اخفاقات في كل اتجاهات، في كل اتجاه الحقيقة، سواء في الأولمبية، في مركز التسوية والتحكيم، في
اتحاد الفروسية، في الاتحادات اللي باقية. والحقيقة رئيس الأولمبية عنده منهجية غريبة شوية بيواجه بيها الكوارث اللي بتحصل عنده يعني في المواقع اللي هو بيشغلها يعني. ودي المنهجية الوحيدة اللي ظاهر إن هو بيتبعها طول الوقت. مثلا في وقائع التعاطي المختلفة يعني يواجه ده بإيه؟ بإنه يعمل مؤتمر لمكافحة المنشطات. في وقائع الفساد المختلفة ألاقي إنه عاملين مؤتمر لمكافحة الفساد. الوقائع اللي لسه آخرها واقعة بياضودة اللي هي بتاعة التجنيس وهروب الرياضيين من مصر والحاجات دي. هيفتح ملف التجنيس مع مؤسسات دولية، ومتوقع برضه إن هو نلاقيه عامل مؤتمر بخصوص الموضوع. ومؤتمرات بقى مؤتمرات يعني بيدعو ليها ناس، والصرف على المؤتمر وأحداث المؤتمر والضيوف اللي جايين من بره، طيارات واستضافة وإقامات يعني سايت سينج، وصرف على مؤتمر ضخم مش حاجات بسيطة كده. والوزير معاه نعمل مؤتمرات، ايه المشكلة؟ ما الفلوس كتير والحمد لله. لكن 16,000 بتوع بياضودة هما اللي صعب ان اللاعب يستفيد بيهم لنفسه او يطور بيهم نفسه. لكن مؤتمرات وندوات وحفلات لا عادي، الصرف يبقى عندها مفيش مشكلة يعني. احنا هنصرف على اللعيبة ليه؟ لا، اللعيبة يطفشوا ما عندناش مشكلة، لكن المؤتمرات اهم. طيب نتيجة المؤتمرات دي ايه؟ ولا الفساد بطل وقف، ولا وقائع المنشطات وقفت، ولا التجنيس وقف وهروب اللاعبين. يعني النتيجة يعني بدل ما يكون عندنا آليات ويكون عندنا خطوات تنفيذية لمواجهة الأمور دي، بنعمل مؤتمرات وتوصيات وأيا كان بقى المسميات اللي هي ايه بنداري بيها على الموقف، لكن علاج جذري مش موجود، مفيش نتائج يعني. طيب يا فندم حضرتك فشلت كرئيس مركز تحكيم، تم إسقاط اللائحة الخاصة بالمركز لأنها غير دستورية، ورغم كده حضرتك يعني صرحت إن المركز هيرجع يمارس نشاطه كأنه حكم المحكمة، يعني ده مش موجود. فمش فاهمين هو حضرتك بتتحدى القضاء مثلا، ولا حضرتك شايف إنك فوق القانون، ولا تفسير حضرتك ايه للتصريح ده بالظبط؟ وهتشتغلوا بايه في مركز التحكيم اذا كانت اللائحه تم اسقاطها في ظل كم المخالفات والشبهات والقضايا اللي منها قضايا كسب غير مشروع وقضايا نزاعات وحاجات زي كده؟ يعني وضع حضرتك غريب ان حضرتك تكون على رأس مركز تحكيمي زي كده. والحقيقة موقع زي ده المفروض يشغله حد يكون له خلفية قضائية، يعني ده مركز تحكيم. فازاي رئيس مركز تحكيم يكون عنده كل التاريخ ده والعدد الكبير ده من الخصوم يعني؟ وده مش كلامنا يعني، في لينك في التعليقات موجود فيه خلفية عن كل الحاجات دي. فده من جهة تانية قضايا حضرتك دي مكلفة الدولة قد ايه يا فندم؟ يعني بند قضايا حضرتك ده بس يصرف على كام واحد زي بغدودة طول عمرهم اصلا؟ طيب بغدودة لو كان حب انه يختصم رئيس الاتحاد بتاعه امام مركز التحكيم، ولائحة المركز التحكيم دلوقتي سقطت بحكم القضاء، هيختصموا في ايه؟ ازاي؟ غير الاخفاقات اللي موجودة في موقع حضرتك كرئيس اولمبي، بكم المشاكل والتوتر والاضطراب اللي موجود في القطاع الرياضي داخليا وخارجيا، من إحراج الدولة قدام العالم اللي حضرتك اتسببت فيه في أولمبياد طوكيو، لصفر المونديال قبلها، لوقائع التعاطي، لظاهرة تجنيس وهروب اللاعبين من مصر اللي حضرتك بتقول هتفتح فيها ملف التجنيس مع المؤسسات الدولية. معذرة يعني، ظاهرة التجنيس دي أصلا حضرتك أحد أسبابها الرئيسيين، واتنين من أفضل لاعبي الفروسية في مصر والعالم اتجنسوا بسبب حضرتك بشكل مباشر. ممكن نفهم حضرتك هتفتح ملف التجنيس هتعمل فيه ايه؟
يعني هتوقف الرياضيين اللي بيهربوا، ولا هتعالج أساس مشكلاتهم وتحاسب المتسببين في ده،